السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل فراخ بشوربة، ونعمل جنبها شوية محشي كده حلوين زيكم. يلا بينا نبدأ. بسم الله. عندنا مية مغلية حطينا فيها بصلة، بيضة مقطعة، ورق لورا، حبهان، مستكة، بالكميات اللي تحبوها. بالنسبة للفراخ كنت نقعيها في مية بليمون وقشر برتقان وشوية سكر وشوية ملح، بحيث ان هي تنزل اي زفارة، اي دم بيبقى فيها بالوقت اللي انتوا تحبوه. انا كنت معيش وقت فحطيتها ساعة، ساعات بسيبها ليلة بتبقى النتيجة احلى طبعا، خصوصا لو هشويها. بالنسبة للفراخ انا كده تمام. هاخد منها احلى شوربة، ما شاء الله الفراخ قدامكم اهي شهد، يعني الله اكبر، دي بتنزل شوربة زي العسل. تشربيها تسقي بيها المحشي، تخزنيها تعملي بيها خضار في اي يوم، هي كده بقت زي الفل. ما بغطيهاش على طول، بسيبها فترة، وبعد كده لما تقلب مرة واتنين بشيل الطبقة البيضة اللي بتبقى فوق الشوربة. بعد كده بغطيها وهدي النار عليها لحد ما تستوي على نار هادية، وتاخد وقتها براحتها ساعة زي ما تاخد. معايا بصلتين كبار، ببشرهم على مبشرة بحيث ان هي تطلع رقيقة، وفي نفس الوقت تنزل نسبة من المية بتاعتها، دي بتدي نكهة حلوة برضو. عندي 3 قرون فلفل اخضر قطعتهم، وهضيف البهارات التانية، ملح، فلفل اسمر، وبديهم دعكة كده بسيطة بايديا. دي بتبقى قاعدة للمحشي اللي انا هرصه ان شاء الله عليها، وفي الاخر بناكلوها برضو، بتبقى جميلة قوي. بناكلها قبل المحشي من حلاوتها. الخضرة بكون نقعاها في مية بخل وشوية ملح، بغير لها المية 3 أو 5 مرات على حسب عيني ما تجيب المية بقت رايقة قد ايه. بعد كده بصفيها في مصفى كبيرة بتنزل كل ميتها، وفي المرحلة دي انا اقدر اشيلها في اكياس واحطها، بفردها كده في الفريزر وافرزها. الصيف بيجي علينا، بنبقى عايزين نعمل محشي، والخضرة بتبقى غالية جدا، العود بيبقى ب2 جنيه وب3 جنيه وعود، وبيبقى اصفر اصلا ومش اخضر. ما شاء الله شايفين الخضار بتاعها جميل ازاي؟ اللون ده احنا مش بنلاقيه في الصيف. عذرا بس البرد مبهدلني بجد. قطعت الخضر رفيع جدا. انا بحب الحاجه تبقى شكلها حلو، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان العين بتاكل قبل الفم. بعد كده بعد ما قطعتها كويس جدا، بضيفها على بصلايه، 2 فلفل اخضر. كان اليوم ده كان الاكل فعلا حامي، بس كنا حابينه بصراحه. اي نعم هو متعب بس هو حلو، وهو سخن كده بيبقى جميل. ان شاء الله تجربوها ويبقى زي العسل. ضفت الفلفل الاخضر، وبعد كده هضيف الرز. كنت غسلاه برضو ومصفياه، مش بنقع الرز لان هو كده كده ما بياخدش وقت على النار. بصفيه، بنقعه يعني بغسله 3 مرات وبصفيه بس. البهارات اللي انتوا تحبوها، انا بالنسبه لي كمون، فلفل اسمر، شويه ملح، وخلاص على كده. مش هحط شطه حمراء لان انا حطيت فلفل اخضر. بالنسبه للتسبيكه ان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاعها، لان ديت بتبقى تسبيكه خاصه للمحشي، انا بعملها بالاسرار بتاعتي. اللي حاببها يكتب لي في الكومنتات. بعد ما بقلبهم كويس جدا وبعرف ان الخليط امتزج كله ببعضه، ببدأ ان انا احشي. بالنسبة للبتنجان ساعات بيبقى فيه مرارة، المرارة دي بنضيعها ان احنا بننقعه في شوية مية بملح، بشوية شطة، وبنرجع نصفيه على وشه. وايا كان طول البتنجانية زي ما بشاور لكم، احنا بنحشي للنص عشان الرز لما يتضاعف ما يطلعش بره الخضار ويبقى شكله مش حلو. خلصت الكمية اللي عندي، سقيتها بشوربة وعليها معلقة صلصة. بعد كده علقت عليها اول مرة. اول شوية بيبقى على نار هادي، على نار حامية، وبعد كده بهدي النار لما المية بتاعتها تتشرب عشان يستوي براحته. ما شاء الله الفراخ اهي الشوربة بتاعتها لبن جميلة، يدوبك عصرة ليمونة ويبقى زي العسل. هنا كنا بنغرف الاكل، والفراخ اخدتها بمعلقة صلصة بسيطة كده صغيرة، ورحت فرداها عليها ودخلتها تحت الشواية في الفرن، يعني حمرتها وكانت زي العسل.
اتمنى تجربوها، واتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وان شاء الله تشوفوا كل جديد وكل الحاجات الكويسة اللي بتحبوها واللي انا هعملها لكم. ولو اي حد ليه اي طلبات يكتب لي في الكومنتات. بحبكم قوي، وان شاء الله تلاقوا على القناة كل حاجة كويسة. مع السلامة.